وانا صغير ابويا كان بيحكي لي عن اجمل ايام حياته اللي قضاها في سويسرا، وعلشان كده لما كبرت كان حلمي ان انا ازور سويسرا والفها كلها في 7 ايام. وبعد ما اتفرجنا على الجمال الطبيعي اللي موجود في مدينه لوجانو السويسريه، وزورنا العاصمه السويسريه بيرن واللي موجوده في الجزء الالماني منها، قررنا نطلع على ذا كابيتال اوف بلاك فورست او مدينه فريبورج السويسريه، واللي بتعتبر مدينه من القصص الخياليه. واحد من اعجب الحاجات اللي ممكن تشوفوها. في البدايه انا كنت فاكره بني ادم واقف بيمثل، بس الحقيقه انه طلع تمثال، والتمثال بيعيط. شايفين الدموع نازله اهي، ماسك شنطه وبيعيط. المدينه واللي افضل ان انت تتمشى فيها علشان اصحابها بيتضايقوا من العربيات. وليد، الناس بتروح فين؟ مفيش، عمالين ندور على ناس في سويسرا في الشوارع، الشوارع فاضية. الشوارع فاضية، الناس كلها في سويسرا عمليين جدا. وما كانش ينفع تاني يوم الصبح نصحى من غير ما نزور البقر السويسري في المزارع السويسرية، ونكمل طريقنا ونوصل لمدينة سويسرية اسمها شتاد في وسط جبال الألب الأوروبية، ومن هناك نركب واحد من أجمل القطارات البانورامية في سويسرا كلها وهو الجولدن إكسبريس. في طريق